طفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الإله على ابن آمنة التي أتت به سبط البنان كريما. قل الذين رجوا شفاعة محمدا فصلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. جاء في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا وصف للأعلام في عام من الأعوام، وإن لكل واحد منهم مشاهد وأقوال وأفعال تعارف عليها الزمان واعتادت عليها الأجيال. فمنهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فكانت هذه لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتطرقنا في سيرته في إحدى المحاضرات. والثاني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر. وكانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا سيرته في المحاضرة. والثالث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فكانت هذه لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو موضوعنا الليلة في هذه الروضة من رياض الجنة التابعة لمبرة طريق الإيمان بتعاونها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يقدمها فضيلة الشيخ نبيل العوضي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، لا زلنا نعيش أفضل فترة في مرحلة تاريخ الإسلام. نعيش القرن الأول والصدر الأول، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير الناس قرني. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا قال أهل العلم: لن يصلح ويصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. فمن أراد الدين ومن أراد الشريعة فلينظر إلى الوحيين، الكتاب والسنة، وفهم الصدر الأول. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنته أعظم فهم، إذ كانوا يسمعون الكلام من نبيهم ويعرفون كيف طبقه. انتهينا من عهد أو من حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واليوم نتكلم عن ثالث هذه الأمة فضلا ومرتبة وشرفا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه من؟ يقول الإمام علي ابن أبي طالب فيه: قال: تسألوني عن رجل، عن عثمان، تسألوني عن رجل يدعى في الملأ الأعلى ذو النورين، مو في الدنيا،
بل يسمى عند الملائكة ذو النورين، ليس نورا واحدا بل نوران، وسوف نعرف لما لقب بذي النورين. أصغر من نبينا ب6 سنين، ويلتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم بجده عبد مناف، فهما يلتقيان بالنسب. عثمان ولد بعد عام الفيل ب6 سنين، ولما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته كان من الأولين. يقول: كنت مهموما فدخلت على خالتي عند خالة، وكان عثمان محبوبا قبل الإسلام، الكل يحبه. لما يحب؟ كان ثريا كريما متواضعا، وقلما تجد ثريا متواضعا. طبيعة البشر كلا أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا استغنى تكبر. عثمان غير. عثمان قبل الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. عثمان كان في الجاهلية غنيا ثريا متواضعا، ولهذا أحبه أهل قريش، حتى أن الأمة كانت تغني لولدها وتقول: أحبك الناس كما تحب قريشا عثمان. كانت تتغنى مع أولادها ويتغنون بحب قريش لعثمان، محبوبا لخلقه وتواضعه وسخائه. دخل وهو مهموم على خالته فوجدها فرحة، قال: ما لك؟ ايش صاير؟ قالت: أو ما سمعت بالخبر؟ قال: ما الخبر؟ قالت: نبي بعثه الله. ماذا؟ نبي بعثه الله؟ قالت: نعم، يدعو لعبادة الله وحده وينهى عن عبادة ما دونه من الأصنام. قال: الخبر صحيح؟ قالت: نعم. خرج يسأل ما قصة هذا النبي، فوجد أبا بكر صاحبه والدعوة سر، فقال: يا أبا بكر، أسمعت بالخبر؟ قال: ما الخبر؟ قال: يقولون نبي بعث. قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: إنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. قال: أو آمنت يا أبا بكر؟ قال: نعم، فوالله لا يقول إلا الحق، تعال معي. فدخل عثمان مع من؟ مع أبي بكر. أبو بكر أغلب السابقين على يد أبي بكر، فأدخله بيديه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هذا عثمان. يقول عثمان: ما إن رأيت النبي وامتلأت عيناي به وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته وآمنت به وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام. السباقون: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. النبي في بداية الدعوة صلى الله عليه وسلم، يكفينا فضل في هذا المجلس أن نصلي عليه كلما سمعنا اسمه، ومن صلى على النبي 10 حلت له الشفاعة يوم القيامة. سوف نصلي عليه بأكثر من 10 بإذن الله في هذا المجلس. النبي أوذي أذى شديدا في بداية الدعوة. من الأذى كان للنبي عم اسمه أبو لهب. أبو لهب رجل أحول وضيء الوجه ذو غديرتين، يمشي وراء النبي وهو عمه، يمشي وراء النبي والنبي يدخل على الخيام خيمة خيمة. أبو بكر أمامه يفتح الخيمة يتأكد ما في شر، ثم يدخل النبي. فلما يدخل يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم يقول: من يؤويني أبلغ دعوة ربي، فإن قريشا منعتني أبلغ دعوة ربي. أول ما يطلع يدخل وراء من؟ عمه. شوف الخبث. طيب اتركوه،
منعتموه في قريش دعوه يبلغ الأمم. لا، خبث. يدخل عمه في نفس الخيمة فيقول للناس أنا عمه، أنا فلان بن فلان عم هذا الرجل، وهو مجنون. شوف الخبث، إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء قالوا عنهم مجانين. قال إنه مجنون، إنه ابن أخي لا عليكم منه. حتى أنزل الله لما قال عند الصفا تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، أنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. من سمعت هذه الآيات؟ زوجته أم جميل مشركة، فجاءت إلى مجلس الصحابة تسأل أين مذمم، ما تقول محمد، تقول أين مذمم، تسميه مذمم. صرف الله لسانها عن اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. أين مذمم وهو أمامها وهي ما تشوفه، لا تراه، أعمى الله بصرها، والصحابة يستغربون أمامها وتسأل عنه، مجنونة. تقول أين مذمم وبيدها صخرة حجر. قالوا وما تريدين منه؟ تقول لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر. كيف يهجو زوجي؟ الغبية تظن هجاء، هذا كلام الله. كيف يهجو زوجي؟ تبت يد أبي لهب. فأنزل الله وامرأته حمالة الحطب. ترى مو بس زوجك، حتى أنت أيضا، أنت راح تلحقينه. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لأبي لهب ولد اسمه عتبة، عتبة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أبو لهب. هذا عتبة متزوج من؟ متزوج بنت رسول الله اسمها رقية قبل الإسلام، ولد عمه ومتزوج بنته. فلما بدأ النبي دعوته وعاداه أبو لهب، جاء أبو لهب لابنه عتبة قال يا عتبة، قال نعم يا أبي. قال طلق رقية. ماذا؟ طلقها إيذاء لرسول الله. شوف الخبث. طيب ما شأن ابنته؟ لما تؤذونه في ابنته؟ عداء، عداء أعمى، ما في رحمة في كل شيء، حتى في بناته. وإذا برقية تطلق وترجع إلى بيت أبيها، وتخيل الهم الذي نزل على رسول الله. طيب بناتي إيش ذنبهم؟ أولادي ما ذنبهم؟ أسرتي ما ذنبها؟ آذوه في ابنته رقية. فلما طلقت من فرح بالخبر؟ عثمان، عثمان الحيي، عثمان الستير. انتظر فترة ثم أرسل يخطب رقية من رسول الله. من يريدها بعد عتبة؟ ليذهب عتبة إلى الجحيم إذا كان عثمان يريدها. الحيي ذو النورين، فما إن تقدم لرقية إلا وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزفتها خديجة، خديجة أم رقية سيدة نساء العالمين، زفتها إلى عثمان، حتى قيل في ذلك العصر في ذلك الوقت أفضل وأحسن زوجين تزوجا. عثمان كان وسيما، كان خلوقا، كان ثريا، كان متواضعا، كل قريش يحبونه. ومن؟ رقية ابنة سيدة نساء العالمين. حتى كانوا يشعرون أحسن زوجين تزوجهما إنسان، أحسن زوجين رآهما إنسان، رقية وزوجها عثمان. كانت قريش تشعر بهذا الشعر لجمال الزوجين وحسنهما وأخلاقهما. تزوج عثمان من؟ ابنة النبي، فصار صهرة، هذا النور الأول. تزوج رقية رضي الله عنها، وتوفيت رقية، كانت مريضة في معركة بدر. في معركة بدر لما ذهب الصحابة للمعركة ما كان النفير عاما. احفظ هذه، لأن الثوار، لأن الضلال، لأن الخوارج، لأن أهل البدع والضلال
آخر عهد عثمان كانوا يتكلمون. ليش عثمان ما شهد بدرا؟ ما شهد بدرا لسببين. أولا أمره النبي أن يجلس عند رقية المريضة، كانت مريضة اشتد مرضها. ثانيا ما كان النفير عاما، مو كل الصحابة راحوا، كان من أراد أن يذهب فليذهب، ما أرادوا قتالا أصلا. ولهذا لما رجع النبي من بدر وجد سأل عن رقية، قالوا اشتد مرضها، فما إن وصل الناس إلا وتوفيت رقية رضي الله عنها في السنة الثانية بعد معركة بدر مباشرة. فحزن عثمان حزنا شديدا، حزن على ابنة النبي التي أحبها، على زوجته. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى النبي حزن عثمان قال: يا عثمان، أتريد أن تتزوج أم كلثوم بنت الثانية لرسول الله؟ قال: نعم يا رسول الله. من يحصل له الشرف هذا؟ تزوج بنت النبي. فتزوج عثمان بعد رقية أم كلثوم. وما تزوج رجل كما يقرأ الناس في التاريخ من آدم إلى اليوم ابنتين لنبي إلا عثمان بن عفان. ولهذا لقب بذي النورين، ليس نورا واحدا. فتزوج أم كلثوم، ولأن الله قدر ألا يبقى من نسل النبي أحد، فماتت أم كلثوم بعد سنوات. فلما اشتد حزن عثمان قال النبي: والله لو كانت لي بنت ثالثة لزوجتك إياها. إنه عثمان ابن عفان الذي أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع لمكة. اشتد الأذى، مع أن عثمان سيد من سادات قومه، لكن الحكم آذاه، اضطهده، عذبه، لكنه صبر لله جل وعلا. ما تركوا أحدا إلا وعذبوه. إذا سيد قومه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عذب، خنق، ضرب، بصق في وجهه، ما بالكم بعثمان؟ لما اشتد أذى قريش لعثمان أخذ زوجته رقية وهاجر أول هجرة. أول هجرة من هاجر فيها عثمان. إلى أين؟ إلى الحبشة، إلى النجاشي. لما أنزل الله عز وجل في الصحابة الذين يعذبون، شوف ماذا أنزل الله فيهم. تخيل وضع الصحابة. بلال يجر، عمار أمه وأبوه يضربون أمامه حتى قتلت أمه ثم أبوه أمام عينه. خباب تنزع ملابسه ويوضع على الجمر، والنساء أيضا يضربن في الشمس الحارة. فأنزل الله عز وجل على هؤلاء المستضعفين: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. الله يقول لهم: اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. طيب وبعدين يا رب؟ وأرض الله واسعة. شوف الإشارة، يعني ليش أنتوا حاكرين نفسكم في مكة؟ أرض الله واسعة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهم عثمان أن الله يشير إليهم بالخروج بالهجرة، الهجرة الأولى هذه. فأخذ زوجتها رقية، خرج بعض الصحابة وذهبوا إلى الحبشة. الحبشة نفسها هجرتين كانت، الهجرة الأولى ورجعوا، ثم الهجرة الثانية ما رجعوا إلا بعد فتح خيبر، بعد الهجرة النبوية. إذن هجرتان إلى الحبشة. أول من هاجر من؟ عثمان. أخذ رقية وهاجر في سبيل الله، ثم رجع مرة أخرى وأخذ يصبر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صارت الهجرة إلى المدينة. وبدأ عثمان ينفق أمواله في سبيل الله. كلما طلب النبي طلبا، وكان تاجرا ثريا، ليساعد الدعوة والجهاد
كان عثمان رضي الله عنه من أوائل الناس الذين يجهزون الجيوش، حتى جاء اليوم اللي ما استطاع أحد أن يجهز الجيش. أي جيش؟ يسمى العسرة. في أي سنة؟ 10. أي معركة؟ تبوك في آخر عهد النبي. كم واحد من الصحابة جاءوا للقتال؟ 30,000. 30,000 في بدر كانوا 314، في تبوك صاروا 30,000. من يجهزهم؟ فقام النبي للصحابة: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عمر بنصف ماله، وقام أبو بكر بكل ماله، لكن ما عندهم شيء. وقام عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله، تاجر، لكن الحاجة أكبر بكثير من هذه الأموال. ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ فإذا بعثمان يأتي ب100 ناقة بأقتابها وأحلاسها بكل اللي فيها. شوف الحين لو نقول حق تاجر 100 كونتينر، هذه الناقة يعني شبهها اليوم كونتينر من البضاعة، ويمكن أكثر بعد في زمنهم، بأقتابها وأحلاسها بكل ما فيها 100. فتبرع لها بها، فقال النبي: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ بعد فجاء عثمان ب100 ثانية، والنبي ينادي، فجاء عثمان بالثالثة، 100 الثالثة والرابعة والخامسة، حتى أوصلها ل1,000 ناقة بأقتابها وأحلاسها، و60 فرسا، وجاء ب1,000 دينار من الذهب ونثرها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، و10,000 درهم وزعها عند النبي، ما ترك شيئا لنفسه، حتى تهلل وجه النبي، ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقول أبو سعيد الخدري: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر رافعا يديه يقول: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فارض عنه. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اشترى الجنة بماله وبعبادته. حتى قال النبي مرة أخرى: من يحفر بئر روما وله الجنة؟ فحفرها من؟ عثمان بن عفان. اشترى الجنة بماله مرارا. عثمان بن عفان كل جمعة عنده عادة. شنو عادته يوم الجمعة؟ عند كل جمعة يعتق رقبة، كل جمعة، هو ثري مما يملك، ويشتري واحد مما لا يملك 2 ويعتقه أيضا. العبيد فرحانين، كل أسبوع ينتظر كل واحد دوره، يعتق كل أسبوع واحد مما يملك، واحد مما لا يملك، يشتري ويعتقه، لأنه يريد العتق من النار. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. عثمان رضي الله عنه في عهد عمر لما صارت المجاعة، تعرفون المجاعة اللي في عهد عمر، فجأة والناس جياع يموتون من الجوع، وصلت قافلة من الشام لعثمان 100 ناقة محملة بالطعام والمؤونة، والناس جياع، يعني فرصة الآن للبيع، طلب كبير والعرض قليل. فإذا بالقافلة وصلت والتجار يستقبلون، فقال أحدهم: أزيدك بالدرهم درهما. فقال الآخر، قال عثمان: من يزيد؟ واحد بالدرهم درهم يعني 100%. فقال أحدهم: بالدرهم درهمين. ايش تبي؟ 200%. فقال عثمان: من يزيد؟ سكتوا، أحد يفعلها. فقال عثمان: أنا سأعطيها لمن يعطيني بالدرهم 10 دراهم. فتراجع التجار، قالوا: من يعطيك بالدرهم 10؟ يعني 1000%. من يفعلها؟ قال: عندي من يفعلها.
قالوا من؟ قال إنه الله. فإذا به يجمع الفقراء ويقول لهم هذه القافلة بما حملت وهبتها لله جل وعلا لكل فقير. وإذا بالفقراء يتقاسمون الطعام ويتقاسمون، ما أخذ منهم درهما واحدا لأنه أرادها لمن؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، طرق الباب، أبو هريرة عند الباب، فدخل أبو هريرة فقال يا رسول الله أبو بكر يستأذنك بالدخول. أبو بكر يبي يدخل، قال أذن له، يعني حيا أذن له وبشره بالجنة. الله أكبر. فيذهب أبو بكر، يدخل أبو بكر ومبشر بالجنة. بعد شوي يطرق الباب، فيقول أبو هريرة واقف عند الباب يا رسول الله إنه عمر. قال أذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر وبشر. ثالث يدخل أبو هريرة يقول يا رسول الله إنه عثمان. عثمان؟ قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، ستصيبه بلوى وما أعظم بلوى عثمان، راح نسمعها الليلة، مصيبة عثمان. دخل عثمان عند النبي وهو يعلم أنه لن يموت كغيره من الناس، سوف تكون لميتته قصة وسوف يختلف الناس فيه. عثمان وانتظر المصيبة الموعودة. عثمان يوم من الأيام يأتيه النبي فيقول له يا عثمان إن الله سيلبسك قميصا فلا تنزعه حتى ينزعه الله منك. والقميص شنو؟ خلافة. يعني إن الله راح يعطيك شيء، مهمة ومسؤولية لا تخلع منها إلا إذا فعلها الله، يعني الله أخذها منك بس. وكان ينتظر ما هو القميص وما هي المسؤولية التي سيحمل إياها. مرة ثانية تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا عندي مستلقيا كشف عن شيء من فخذه، شوية من فخذه طالع فوق الركبة شوية بين. فدخل أبو بكر فجلس عنده، ثم طرق الباب عمر فأذن له وجلس، ثم لما طرق الباب عثمان اعتدل النبي وغطى فخذه وجلس. الصحابة ما يفوتهم هالشيء. فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر أبوها ودخل عمر وما اعتدلت وما غطيت، الشيء اليسير اللي كشف من فخذي ايش معنى لما دخل عثمان اعتدلت وغطيت؟ فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر، الملائكة تستحي منه، ألا أستحي أنا منه؟ يستحي النبي من عثمان. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. عثمان من شدة حيائه يقولون حتى في استحمامه، حمامات القديمة كان يغطي نفسه بإزار حتى في الاستحمام. يقولون أنت بروحك، يقول استحي من ربي. عثمان حياء، عثمان ورع، عثمان قرآن، عثمان يقوم الليل بكتاب الله جل وعلا، حتى قيل أنه في بعض الليالي ختم القرآن كله. عثمان أغلب الليل عند قيام، حتى أنزل الله عز وجل فيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا عثمان. أنزل الله في هذه الآية كما قال ابن عمر
حتى قال يوم من الأيام لأصحابه: والله لو طهرت قلوبنا، لو قلوبنا صافية ما شبعنا من كلام الله. لو قلوبنا صافية نجلس نسمع القرآن ما نمل أبدا، لكن القلوب فيها دخن، لهذا الواحد يسمع شوية مل، يقرأ شوية مل. عثمان حياته كلها قرآن، وراح تعرفون بلواه كيف كانت نهايتها القرآن. عثمان رضي الله عنه لما تولى الخلافة كانت في حياته أكثر الفتوحات. عثمان مجاهد، فتوحات أفريقيا، فتوحات شمال أفريقيا، فتوحات شرق آسيا، طاجكستان، أرمينيا، شمال آسيا، كلها فتحت في عهد من؟ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. استمرت الفتوحات، تلو الفتوحات. أطول خلافة كانت في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه. كم كانت من الفتوحات من البلدان والأمصار التي دانت بالإسلام في عهد من؟ في عهد عثمان. إن الله سيلبسك قميصا فلا تنزع، فلا تنزعه يا عثمان حتى يفعل الله ما يشاء. عثمان استمر على الخلافة بالرغم من أذى الناس في زمنه. في زمن عثمان دخل من دخل في الإسلام. في عهد عثمان دخل بعض مرضى القلوب في الإسلام. في عهد عثمان تكاثر المنافقون، وجاء من خارج المدينة من يتربصون بالإسلام سوءا. دخلوا وامتلأوا في المدينة. بعضهم كان يأتي يصور للناس أنه أراد العمرة، فيأتي إلى المدينة وإلى مكة وما أرادوا العمرة، أرادوا أن يتكاثروا في المدينة فينقلبوا على أمير المؤمنين. شوف الخبث والتخطيط. يخططون على من؟ على الرجل الذي استحيت منه الملائكة. يخططون على من؟ على الذي جهز الجيوش بماله. والله ما أراد خلافة ولا أراد ملكا. لو أراد ملكا بماله ملك الدنيا. عثمان الذي ضحى بأمواله كلها ماذا يريد بالخلافة؟ عثمان الذي يقضي الليل بالقرآن ما شأنه والناس، لكنه أجبر على الخلافة فظل يتحمل مسؤوليتها. في عهده كثر الخير للناس. في عهد عمر أصاب الناس عام الرمادة والمجاعة وابتلاهم الله بابتلاءات وصبروا وتحملوا. في عهد عثمان كانت الابتلاءات من نوع آخر بالخيرات، فتكاثرت الأموال وأكل الناس ما لم يأكلوا. وكان عثمان يوزع على الناس الخراج والطعام، حتى العسل ما أكله بعضهم فأكله في عهد عثمان. حتى بعض الطعام من آسيا ومن أفريقيا من أجود أنواع الطعام أكله بعض الناس ما أكلوه إلا في عهد عثمان. يقول أصحابه كان يوزع على الناس أفضل أنواع الطعام ويدخل البيت لا يأكل إلا خبزا وزيتا. حرم نفسه، بل وزع على الناس الرواتب والمكافآت. بل كل فرد في الأمة الإسلامية كان عنده طعام مؤونة، سميه تموين اليوم، كان موجود بعهد عثمان. مو بس كذي، كان يوزع في كل عام على كل فرد ثيابا. شوف، لا حد يقول لك الدولة في أوروبا هي اللي نظمت، لا، في عهد عمر كانت دواوين حتى الوظائف. في عهد عمر نظمت الأمور، وفي عهد عثمان تنظمت الدولة وترتبت شؤونها. قبل سنوات قليلة كانت العرب يأكل بعضها بعضا. في عهد الإسلام صارت الأمور بالعدالة، حتى أنه يوم من الأيام صلى الفجر بالناس فقام بعد الصلاة فقال: تعال يا وليد. جاء بالوليد بن عقبة أخوه من أمه. قال: أتعرفون من هذا؟ قالوا: نعم، إنه أخوك الوليد بن عقبة. قال: أتعلمون ما صنع؟ قالوا: ما صنع؟ قال: شرب الخمر. أفيكم من يشهد؟ فقام بعضهم يشهدون، فجلده أمام الناس ليبين للعالم لو كان أخي إذا سرق فيهم الشريف أو الوضيع نقيم عليه الحد، ليبين للناس أن حكمنا
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. كان يقف عند القبر، هذا عثمان يقف عند القبر فيبكي، فيقولون له: يا أمير المؤمنين ما لك تبكي؟ ليش تبكي؟ قال: أتعلمون ما هذا؟ إنه القبر. قال: إنه أول منازل الآخرة، إن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على العبد كان ما بعده أشد. عثمان كان يقول لأصحابه: والله لو كنت بين الجنة والنار وما أدري مصيري، لو كنت أنا الحين بين الجنة والنار وما أدري أين يؤخذ بي لتمنيت أن أصير رمادا، مع أنه المبشر بالجنة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كان عنده خدم، عثمان بشر يغلط، إنسان، هو معصوم. يوم من الأيام واحد من خدمه أغضبه، ما طقه بس مسك من أذنه، يعلمه، ثم مشى. فناداه عثمان وكان أميرا للمؤمنين، قال: يا غلام تعال ارجع. فرجع، ظن أن عثمان سيعاقبه على خطئه. قال: امسك أذني. قال: ماذا؟ قال: امسك أذني. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: افركها، افرك أذني مثل ما مسكت أذنك. قال: لا يا أمير المؤمنين، لا أصنعها، يعني ما سويت شيء أنت، الناس يضربون ويفعلون يسبون، أنت ما فعلت، شنو يعني مسكت أذني؟ الغلام يقول: لا والله ما أفعلها. قال: بل تفعل. قال: امسك أذني وافركها يا غلام، فوالله إن قصاص الدنيا أهون عندي من عذاب الآخرة. افعلها بالدنيا ولا الله يسألني عنها يوم القيامة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. من أفعال عثمان رضي الله عنه أنه علم أن الناس قد اختلفوا بقراءة القرآن في الأمصار، هذا يقرأ بقراءة، والقرآن أنزل على قراءات العرب، كل عربي، لكن لهجة العرب تختلف، فهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وكل صحيحة، هذا ينتصر لقراءته وهذا ينتصر لقراءته. ماذا يفعل عثمان؟ جمع كبار الصحابة واستشارهم واتفقوا على رأي واحد، أن يجمعوا الناس على قراءة واحدة، فكتب القراءة، جعل الصحابة الكبار العدول كتبة الوحي يكتبون القراءة المعتمدة، وأرسل النسخة إلى كل ولاته في الأمصار أن اعتمدوا هذا المصحف واحرقوا ما سواه. فلما فعل تجمعت قلوب الأمة على مصحف واحد وعلى قراءة واحدة، فنعم ما فعل عثمان في المصاحف، جمع الناس على قراءة واحدة وعلى خط واحد وعلى رسم واحد، إلى اليوم يسمى الرسم العثماني لولا الله. ثم عثمان ربما تقاتلت الأمة على شيء لا نعرف نهايته، لكن لأن الله وعد: إنا نحن نزلنا الذكر، قرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يأتي رجل إلى ابن عمر، شوف بدأ الناس الآن ضعاف الدين يدخلون في المدينة، وبدأت الأمور تختلط، وأغلب كبار الصحابة طلعوا. وينهم؟ في الأمصار، في الجهاد. الصحابة ما جلسوا، إما في القتال أو في تعليم الناس. في الأمصار الصحابة بعد وفاة النبي من بقي منهم أغلبهم خرجوا من المدينة يدعون إلى الله، بقيت القلة. ودخل في المدينة أهل الدخن
ودخل في المدينة من هم ضعاف الإيمان. جاء رجل إلى ابن عمر فقال: أسألك بالله يا عبد الله أجبني. وعبد الله بن عمر معروف بعلمه وصحابته. قال: سل فوالله لأجيبنك. قال: هل شهد عثمان بدرا؟ شوف الأسلوب، جايين يسألون عن من؟ عن الخليفة. في ناس هي طبيعتهم يبدأون يسألون عن رموز الإسلام عشان يسقطونها، يبحثون عن سقطات علشان يشوهونها. فجاء الرجل قال: هل شهد عثمان بدرا؟ قال: لا. قال: هل كان ممن تولى يوم أحد؟ الصحابة لما سمعوا أن النبي مات في أحد وضعوا السلاح، على بالهم مات الرسول من همهم وحزنهم. قال: هل كان منهم عثمان؟ قال: نعم. قال: هل شهد بيعة الرضوان؟ قال: لا. فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، يعني صادها. مسك الآن على عثمان 3 أشياء. قال: تعال تعال أيها الرجل. قال: فكأنك فرحت بهذه الإجابة. قال: نعم. قال: أما إنه لم يشهد بدرا لأن النبي أمره أن يمرض ابنته رقية، ولم يكن النفير عاما. ما كان النفير لكل الناس، وجلس يمرض بنت الرسول بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أما إنه تولى يوم أحد كما تولى غيره فقد عفى الله عنهم بالقرآن، ولقد عفى الله عنهم. أما إنه ما شهد بيعة الرضوان فلأن البيعة إنما تمت لأجله، لأن النبي ما وجد سفيرا غيره أرسله لمكة، فلما ظن النبي أن المشركين قتلوه بايع الناس بيعة الرضوان ووضع يده وقال: هذه عن عثمان. لكن شوف التزوير، لكن انظر للحقد على خليفة رسول الله. بدأوا يثيرون اللغط، بدأوا يكثرون الكلام، يقولون يولي أقرباءه في الأمصار بنو أمية، مع أن عثمان ما ولى واحدا من أقربائه في خلافته. كل الذين تولوا الولاية في ذلك الزمن كانوا في عهد عمر، ما ولاهم هو بنفسه، بل هو عزل بعض أقربائه. هذا فعل عثمان. عثمان قام الحد على أخيه. عثمان وزع ماله ولم يأكل إلا خبزا وزيتا. هذا عثمان. كانوا يثيرون الكلام على عثمان بن عفان وعثمان ساكت لا يرد عن نفسه. تكاثر الثوار، تكاثر المنافقون، تكاثر الأعداء في المدينة، حتى قال علي له: قم فاخطب بالناس. وعلي كان يدفع عنه الناس وكان يذب عن عرضه رضي الله عنهما، فقال علي لعثمان: قم فاخطب، علم الناس. كان من حيائه لا يدفع عن نفسه. لكن لما أمره بقية الصحابة قام وخطب. ثم قال لهم لما رأوا تجمع الناس يريدون قتله، يريدون دمه، قال: أيها الناس، تريدون قتلي؟ تريدون قتلي؟ ولم؟ أما سمع أحد منكم الرسول يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقال الصحابة: نعم سمعنا. قال: ألم أكن أنا الذي جهزت الجيش؟ قالوا: بلى. قال: ألم يسمع أحدكم رسول الله يقول: من يحفر بئر روما وله الجنة؟ قال الصحابة: نعم. الصحابة قلة بس هم الشهود. فقال للناس: اسمعوا، ألم أجهز بئر روما؟ قال: هل تعلمون نبيا زوج ابنتيه لأحد من الناس غيري؟ فسكت الناس. يعني ليش تبون قتلي؟ سويت لكم أنا. وعثمان كان حيي، كان لينا، كان لا يرفع صوته على أحد من البشر. هذا عثمان يستحي من الناس وتستحي الملائكة منه. حاصروه، تعرف كم يوم؟ تجمعوا في المدينة وحاصروه 40 يوما، قطعوا عنه الطعام والشراب. تخيل عثمان ما يشرب، وبئر روما الناس تشرب منه. بئر روما الذي حفره تستقي الناس منه وهو قد منع حتى من الماء.
جلس في بيته والصحابة يدخلون عليه. جاء أبو هريرة شاهرا سلاحه، قال: يا عثمان دعنا نقاتلهم فلا يعلمون من القوم. قال عثمان لأبي هريرة: قال: إنك لو قتلت واحدا منهم فكأنما قتلت الناس جميعا. الله أكبر. يبون يقتلون مراضي. دخل عليه من؟ علي بن أبي طالب معه الحسن والحسين، قد حملوا سلاحهم فدخلوا على عثمان. قال: لتأمرن بقتالهم يا عثمان، خلاص وصل الأمر المنتهى، لازم تأمرنا بالقتال. فخرج عليهم عثمان على أصحابه الذين غاروا من أجله. قال: ألست أميركم؟ قالوا: نعم أنت أمير المؤمنين. قال: أليست طاعتي واجبة؟ قالوا: نعم طاعتك واجبة. قال: آمركم أن يجلس كل منكم في بيته، ما في أحد فيكم يرفع السلاح، يريد أن يفدي الأمة بدمه. هو ينتظر البلوى التي تصيبه، هو ينتظر الوعد من رسول الله، هو ينتظر الشهادة في سبيل الله، الشيء في الدنيا. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. عثمان بن عفان يذكر يوم من الأيام كان على جبل أحد فاهتز الجبل، فقال النبي لأحد: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عمر وعثمان على الجبل، فعثمان ينتظر الشهادة أصلا. وكلما دخل عليه أحد الصحابة يقول لهم: أنشدكم الله أنشدكم الله ألا يراق دم من أجلي، ألا يراق دم من أجلي. والصحابة قد غضبوا: ايش في عثمان؟ ليش ما يأمرنا؟ نستطيع أن نقتل أولئك الرعاع، علي، الحسن، الزبير، أبو هريرة، الحسين، كل الصحابة كانوا قد تجهزوا للقتال، أرادوا أن يقاتلوا أولئك الرعاع الذين دخلوا المدينة عنوة، لكن عثمان ما رضي. عجيب عثمان، غريب، ضحى بماله والآن يريد أن يضحي بدمه. مرت الأيام وعثمان جالس في بيته. كم عمره؟ أكثر من 80 سنة، شيخ كبير. ماذا يريد من الدنيا؟ رجل حكم بالعدل، رجل تصدق بكل ماله، رجل يقيم الليل بالقرآن. ماذا يريد من الدنيا؟ يوم من الأيام، بعد في تلك الأيام، يوم الخميس قبل نهاية 40 يوم، يوم الخميس ذهب إلى غلمانه فوجد غلمانه خارج البيت خدمه متسلحين، فقال لغلمانه: ما تصنعون؟ قالوا: نحن فداء لك يا أمير المؤمنين. قال: من أغمد سيفه فهو حر لله. الله أكبر، كل واحد غمد سيفه وانطلق حرا لله عز وجل. قال: خلاص، اللي يبي يعتق نفسه يغمد سيفه ويتوكل على الله. ومن معه في البيت زوجته نائلة، ما عنده أحد، ما بقي أحد. الصحابة لزموا بيوتهم، وغلمانهم ما بقي منهم إلا 2 يمكن بس، كلهم خرجوا و2 صبروا حبا لعثمان، ما يبون يروحون. وحول بيته تجمع الغوغاء، الجاهلون الثائرون، الخوارج الضلال جاءوا من كل حدب وصوب، والشيطان يدفعهم لقتل من؟ زوج ابنتي رسول الله. جاء ذلك اليوم وإذا بعثمان بن عفان يرى في تلك الليلة، ليلة الجمعة، يرى رؤيا. رأى من؟ رأى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر يأكلون طعاما، فأراد أن يأكل معهم، فقال له النبي: لا يا عثمان، لن تأكل معنا، ما راح تأكل معنا. قال: ولما؟ قال: صم غدا لأنك ستفطر عندنا. أنت اليوم ما راح تأكل، خلك صايم، بكرة راح تفطر عندنا. وأصبح يوم الجمعة،
فقام عثمان في الضحى يصلي النافلة، فقرأ في ركعتين سورة طه ختمها، وأمر الصحابة بالمكث في بيوتهم، وزوجته نائلة عنده، ومسك المصحف وأخذ يقرأ القرآن، فإذا بأشقى القوم يقتحم عليه الباب، كسر الباب وأحرق الباب ودخل. فلما دخل قامت زوجته نائلة فلطمها، فقال عثمان: قبحك الله يا رجل، قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار. الرجل اهتز، الدعاء يخوف، رجلي وإيدي والنار. هرب الرجل ما سوى شيء. واحد من الصحابة شافه بعد سنوات في الشام يقول: رأيت رجلا على الأرض ملقى بلا رجلين ولا يدين وقد ذهب عيناه، وهو يصرخ في الناس يقول: النار يا ويلاه يا ويلاه النار. يقول: فسألته فقال: أنا الذي دخلت على عثمان. استجاب الله له الثلاث، بقيت جهنم. هرب الرجل وزوجته عنده، فظل عثمان مع زوجته في الدار، وإذا برجل آخر يدخل على عثمان بن عفان اسمه كنانة ابن بشر، فلما دخل وإذا به يشهر السيف وعثمان يقرأ القرآن، فوضع عثمان يده فقطع يد عثمان، فنزف الدم على المصحف. وأول آية سقط الدم عليها قول الله: فسيكفيكهم الله. ما عليك يا عثمان، خلي يسوون، لكن الله يكفيك. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وزوجته عنده تبكي ما تعرف ماذا تصنع، قطعت يده، ثم أخذ عصا وضرب بها رأس عثمان فألقي على الأرض. فدخل رجل آخر اسمه عمرو بن الحمقي فمسك لحية عثمان فأخذ يطعن عثمان 9 طعنات في صدره، يطعنه والدم ينزف، يطعنه والدم ينزف، 9 طعنات من حقد في قلبه. قال: أما 3 فلله، وأما 6 فلشيء في صدري. وكذب والله، فال9 كلها ليست لله. وإذا بعثمان دمه ينزف على المصحف. بكت نائلة زوجته وهي تنظر إلى زوجها، بكت وهي تقول: قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن. قتلتم رجلا ما عنده إلا القرآن بالليل، وإنه ليحيي الليل بالقرآن. فدى الأمة بدمه. عثمان سفك دمه في داره. جاء رجل يريد قطع رأسه فدفعته عنهم زوجته نائلة، ودخلت زوجته الأخرى أم البنين فدفعت الناس وأخرجتهم لما تأكدوا من قتل من؟ من قتل عثمان ابن عفان. خرج إلى من؟ يلتقي بمن؟ مع الذين أنعم الله عليهم. ماذا يريد من الدنيا؟ خرج منها ليلتقي بأصحابه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عثمان أراد ألا تكون فتنة في الأمة ففدى الأمة بدمه. أموت لكن لا يحصل قتال في مدينة رسول الله. هذا هو من؟ هذا هو الخليفة الراشد، هذا الرجل الذي استحت منه الملائكة، هذا الرجل الذي اشترى الجنة بماله، هذا الرجل التقي الزاهد النقي. إنه من؟ إنه ذو النورين، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه بلا فخر عثمان ابن عفان بقي الخليفة الراشد الرابع. في درس بإذن الله عز وجل مقبل ربما نترك الأمر لمحاضرات عدة، ثم إن شاء الله خلال شهر 4 نأتيكم بالمحاضرة الرابعة الختامية لأبي الحسن علي، وما أدراك من علي، الرجل التقي النقي. بإذن الله نفرد له إن شاء الله محاضرة كاملة نستمتع بها بتراجم أولئك الأوائل. نحن الآن بقي على الأذان يمكن 2 دقيقة
هنا بعض الإعلانات أعلن عنها. هنا شريط، ما أجمل هذا الشريط. هذا شريط توزعه إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير بالتعاون مع مبرد طريق الإيمان على ما يأتي الشيخ يأذن. هذا الشريط اسمه قصتي باختصار. تعرفون لمن؟ للشيخ سعيد زياني رحمه الله. سوى المحاضرة عندنا في رمضان الماضي في مسجد جابر العلي، قال قصة حياته شلون انتقل من الأغاني للهداية، ثم بعد رمضان مباشرة توفاه الله عز وجل. من أشهر الدعاة إلى الله، داعية في العالم كله، يجوب العالم. حتى جانا بعد المحاضرة في رمضان، دخل مبرة وجلس يسولف معنا، ولده ما شاء الله عليه على السنة، ورانا صورته قبل الهداية ما تعرفه، وشكله الآن بعد الهداية. يا الله، صار من أشهر الدعاة. آخر محاضرة نعرفها سواها عندنا اسمها قصتي باختصار، كأنه يقول قصة حياته ثم يودع هذه الدنيا. اسمع الشريط لتستمتع. وكانت لحسن حظنا في الكويت أنه ألقاها عندنا في مسجد جابر العلي. هذا الشريط يوزع في الخارج من أحب أن يستمع للقصة وفوائدها وكيف هداه الله من حال إلى حال. ثم قبل ما يأذن الشيخ، يمكن نختم حنا بعد الأذان، لكن راح نجعل وقت 10 دقائق شيخ ولا ربع ساعة، ربع ساعة بعد الأذان إلى الإقامة، نجعلها لمن أراد أن يتوضأ يجدد وضوءه، لمن أراد أن يصلي السنة، لمن أراد أن يقرأ القرآن، لأن معتادين حنا في هذا المسجد ربع ساعة بين الأذان والإقامة، فلننشغل إن شاء الله في هذه الدقائق بعد الأذان بطاعة الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهدى.